العربي خالد صراحة اليوم العربي كان جدا ممتع في المباراة، عكس ما كان يعني في الموسم السابق يعتمد بشكل كبير على نقل الكرة من اليسار إلى اليمين لرودري وبعدها تبدي الكرة. اليوم شفنا العربي مختلف جدا في عملية بناء الكرة، دائما يبدي من نص خلف. هذه الحالتين توضح أنه كيف الشغل الكبير اللي يقوم به العربي. لاعبين وسط اثنين فيرتوت واحمد فتحي كانوا مميزين، سارابيا خلف المهاجمين اضافه الى رودري واسحاق في اليسار، الانتشار العرضي الممتاز، لاعبين الوسط كيف يكملون مع المجموعه، عمليه افتكاك الكره والفوز في الكره الثانيه. هاي الحاله في حاله الشوط الاول وهذه الحاله الشوط الثاني. الشمال كان ضاغط على العربي، ما تعودنا العربي يظهر بهذا الشكل في عملية الخروج خصوصا من منتصف الملعب والانتشار. نشوف رودري وعملية الظهير اللي الكل أشاد به المميز كان في مباراة اليوم. أنا أعتقد أن العربي نتيجة ظلمته بشكل كبير. الشمال كان محظوظ. بالمناسبة بغداد بنجاح شوت كرتين، واحدة من عندهم هدف ودقيقة 90 اللي هو الفاول. هذه قيمة المهاجم الكبير في المباراة. في يعني الشمال يمكن خالد أنا قلت عن الشحانية باستغراب. الشمال يمكن اليوم لعب بتشكيلة تقريبا 4 أو 5 لاعبين لأول مرة يلعبون. الشمال ما ظهر بالمستوى اللي كنا اعتدنا عليه في الموسم السابق، واللي خذه واللي حصله الشمال العام خالد ما أعتقد أن يعني أي فريق يقدر يسويه. لكن أنا اليوم أشيد بأداء العربي. استقرار موجود. يمكن لاعب فقط هو الجديد عبد الله في العربي. من هو؟ يوسف العربي. لا يوسف سنان. لا بس ما لعب الشوط الثاني، لكن العربي عندهم استقرار فني. أبو عبيد اغلب اللاعبين موجودين. وايضا العربي اليوم انقصر طبعا راس حربه اللي اشدنا بالغرافه وجود راس حربه. يوم العربي كانت مشكلته فقط في عدم وجود راس حربه. اعتقد لو العربي موجود الونجا جاهز اعتقد انه ممكن كان ينهي المباراه في حتى ممكن من الشوط الاول، لان العربي كان هو الافضل، هو الاكثر انتشار، هو الاكثر فرص، هو الاكثر رغبه في الفوز من الشمال. نقول للعربي معوض خير المباراه الجايه، وايضا الشمال قلت لك انه على هذا المستوى خذونا. خالد اعتقد ان الشمال يعني صعب من الحكم حاليا ادخال 4 5 عناصر، مش شيء بسيط انك انت تغير منظومه وتقدم نفس الانسيابيه اللي انت قدمتها الموسم الماضي. السلاسل اللي كان يقدمها الشمال الموسم الماضي واللي شفناها واللي اشدنا فيها كثير، صعب انك تطبقها بنفس الجوده بدخول اكثر من عنصر اساسي انت بتعتمد عليه من خلال الموسم، فبيكون نوعا ما تغيير مش كامل لنادي الشمال. لكن هذا ما يلغي اليوم افضليه العرب اللي كانت موجوده من البدايه حتى النهايه، حتى لو ان حده العرب اختلفت او قلت في الشوط الثاني ما كانت بنفس الفعاليه. لكن عدم وجود اولينجا اليوم كلاعب اساسي اعتقد انها اثرت بشكل كبير، حتى في مساله ان رودري واسحاق شفناهم اكثر من مره في تفعيل الاطراف لكن بدون اي استفاده من خلال العرضيات. لذلك كان نشوف حتى سارابيا هو اللي كان يقتحم بشكل مستمر يعمل الاضافه في منطقه الجزاء وسجلوا منها هدف. لكن بشكل عام انا اشوف العربي قدم نفسه بشكل مثالي بشكل مميز، لكن صعب اقول ان الشمال ما قدم نفسه، لان صعب خالد ان نص الفريق متجدد ونطالبه بنفس المستوى اللي كان عليه الموسم الماضي. خالد شو اسمه الوسيل امس كلهم يداد خالد وعذرناهم. جاسم اول شيء انا اقول خالد مباراه زينه. خالد بالمجمل كان العربي افضل، ولكن خصوصا في الشوط الاول. الشوط الاول خالد العربي هو اللي كان مبادر، هو اللي كان يوصل اكثر، تألق كثير خصوصا فيرتوت على مستوى خط النص، رودري واسحاق على مستوى الاطراف، ولكن كان يعيبه مثل ما تفضلوا الاخوان في يعني اللاعب اللي ممكن ينهي الهجمه. الشوط الثاني بدايه الشوط الثاني كان الشمال هو المبادر خالد وهو كان افضل. بعد ما سجل العربي هدف على نفسه الشمال ايضا بدا هو يبادر اكثر. جات الرغبه في ان انا ممكن تعادل، لكن بعدها مدرب الشمال خالد قال انا بامن النتيجه، طلع افضل لاعب عنده اللي هو اليكس ودخل اللي هو المدافع الاستقطاب الجديد اللي من الهلال السعودي ولعب بالخمسه طبعا بعد ما كوزمان اجرى تغييرات اللي هي 3 تغييرات. كوزمان قال والله يعني بعد هذه التغييرات ان انا ممكن احقق التعادل، وفعلا هو حقق التعادل على اخر شيء. لكن النقطه كلها بالنسبه لي غلطه مدرب الشمال في انه اعتمد على الخمسه، طلع افضل لاعب عنده
واعتمد على الخمسة، مما خلى العربي يتعادل في نتيجة المباراة. ولكن أنا أشوف بالمجمل العربي كان ممكن يحقق الفوز. مرتاح من أداءكم؟ خالد أنا أقول الحمد لله، ما أقول هارد لك للعربي، قدم مباراة مثالية. هارد لك؟ ما أقول هارد لك. ما تقول أوكي. ما أقول هارد لك، لأن العربي اليوم يا خالد أنا أقول الحمد لله على كل حال. يعني نتيجة عادة. حتى لو انهزمت أنا في هذه المباراة، الفريق مقنع، قدم مباراة مثالية خالد، خاصة في الشوط الأول. اللي شاف المباراة يعني المفروض العربي في الشوط الأول ياخذ المباراة 2-0، يعني يبدأ التسجيل، ما وفق. الشوط الثاني مثير، يعني الإثارة كانت فيه أن العربي كان متقدم 1-0، رجع الشمال بهدفين، حتى مع رجوعه أو تقدمه ما كان هو الأفضل. أخطاء تصير في المباراة، لكن هاي كرة القدم ما تعترف بالأرقام. العربي كان الأفضل استحواذ، العربي أفضل في التسديد، العربي أفضل في عدد ركلات الكورنر. فخالد أكثر من كذي أنا كجهاز فني ما أقدر أسوي لك، لكن العربي لم يوفق في عملية صناعة الفرص المثالية. صحيح مثل ما قال محمد، احنا اليوم. وسجل بغداد بنجاح الهدف الثاني لنادي الشمال القطري، وقدم أداء جيد جدا، فنال نجم المباراة واستحقها بكل جدارة. وأنا أنصح بيتكوفي، وأنا أنصح بالناخب الجديد للمنتخب الوطني أن يجد الثقة في بغداد بنجاح، ويعطيه الثقة في كأس الأمم الأفريقية، كأس الأمم الأفريقية المرة القادمة. وهذا رأيي الشخصي، وكل واحد رأيه الشخصي. وأنا أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.